يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. كنا المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن الكومباريسون اوبريتورز، وبالفعل فهمنا أهميتها وليه ممكن نستخدمها. النهاردة حابين نتكلم عن حاجة تانية مهمة جدا اسمها لوجيكال اوبريتورز. بما اننا اتكلمنا بالفعل عن الكومباريسون اوبريتورز يبقى محتاجين نتكلم عن اللوجيكال اوبريتورز. وانا عارف ان المصطلح ده ممكن يكون غريب عليك، لكن كاستخدام هو فعليا مش حاجة غريبة عليك خالص، وتقريبا بتستخدمها بشكل شبه يومي. فبالتالي عشان نفهم ايه هي اللوجيكال اوبريتورز اساسا، تعالى كده ناخد مثال بسيط نوضح بيه النقط دي. فمبدئيا دلوقتي تعالى نفترض ان انا عايز ابني ابلكيشن. الابليكيشن ده بيشوف اذا كان طالب معين ناجح ولا ساقط. ابلكيشن بسيط جدا. الابلكيشن كل الفكره منه ان هو بيشوف الطالب، مثلا هو الطالب ده نجح فهيتحرك على السنه الجديده ولا سقط فهيعيد السنه. ولو ركزت معايا هنا، انا هنا مش بشوف ماده واحده، انا بشوف عامه الطالب ناجح ولا ساقط في السنه دي، مش بشوف ماده. فتعالى كده نحول الكلام ده ككود عشان الدنيا تبقى اوضح بالنسبه لنا. انا هفترض ان هو بيدرس مادتين فقط لا غير في السنه، عربي وانجليزي. تعال نقول فار كده، هقول مثلا عربيك سكور بتساوي 80، وهقول فار كده انجلش سكور بتساوي 20. ودلوقتي السؤال بتاعي، الشخص ده ناجح ولا ساقط؟ هحدده بناء على ان الشخص ده ناجح في حالة ان هو يكون ناجح في المادتين، وساقط في حالة ان هو شايل مادة منهم. فهمت انت قصدي؟ يعني شرط ان انت تكون ناجح، ان انت تكون ناجح في المادتين، لكن لو شلت مادة واحدة يبقى انت على طول ايه؟ على طول ساقط. جميل جدا لحد كده. طب دلوقتي انا عايز انشئ متغير بقى. اسم المتغير از باس. المتغير ده اوف تايب بوليان، هيindicate الشخص ده ناجح ولا لا. بص انا هنا بسأل سؤال، هل الشخص ده ناجح؟ عايز اخزن فيه الريزلت. انا عارف طبعا ان انا المفروض بشوف الارابيك سكور مثلا كانت اكبر من او تساوي ال50، يبقى هو كده ناجح في العربي. لو دي بترو يبقى هو كده ناجح في العربي. بس ما ينفعش اسكت، شايف؟ ما ينفعش اقف عند كده. ليه؟ لان انا كده بشوف مادة واحدة، وده ما ينفعش. الراجل بيكون ناجح لما اشوف المادتين الاول. هل هو ناجح في العربي وناجح في الانجليش يبقى خلاص، يبقى الشخص ده ناجح. لكن لو هو شايل العربي او شايل الانجليش يبقى خلاص الراجل ده ايه؟ الراجل ده ساقط. فبالتالي في المكان ده مش مكفياني نتيجة ايه؟ نتيجة مقارنة واحدة مش مكفياني، انا محتاج اجمع عليها مقارنة تانية. اقول كلمة وادي، اللي هو هل هو ناجح في العربي والانجليش ولا لا. شايف انت؟ انا جمعت عمليتين مقارنة باستخدام حرف الواو. دي كده اسمها لوجيكال اوبريتور. اللي انت عملته دلوقتي ان انت استخدمت ما يسمى باللوجيكال اوبريتور، اللي هو حرف الواو، اللي في الانجليش عندنا بنترجموه لكلمة اند، وبيكتب كده عن طريق شيفت وبعد كده تضغط على 7 مرتين. ده كده اسمه اند اوبريتور. وده بالظبط في العربي زي حرف الواو، بتجمع عمليتين مقارنة، ولازم العمليتين يتحققوا عشان تقول ان الناتج ايه؟ ان الناتج true. يعني انا لو جيت هنا وحطيت الاند اوبريتور وقلت الانجليش سكور اكبر من او يساوي ال50، فاللي حصل هنا يا شباب ان انا جمعت عمليتين مقارنه. بص بقى جمعتهم، قلت لو كان الشخص ده ناجح في العربي وناجح في الانجليش يبقى خلاص الراجل ده ايه؟ الراجل ده ناجح فعلا. فلما اجي اعمل print ln كده واقول هنا is pass بالمنظر ده وبعد كده اعمل رن، هتلاحظ ان الريزلت معاك فولس، الراجل ده ساقط. طب ليه ساقط؟ لان هو بالفعل شايل الانجليزي. لكن لو خليت الانجليزي ب60 مثلا ورحت عملت رن، هتلاحظ على طول ان الشخص ده بقى ايه؟ بقى بترو ناجح. يبقى الاند اوبريتور مهم جدا بالنسبه لي، لان هو بيجمع عمليتين مقارنه ولازم الاتنين يتحققوا علشان النتيجه في النهائيه تكون ترو. لو واحد فيهم ما تحققش الناتج هيكون ايه؟ هيكون بفولس. وده منطقي جدا، لان انت لما تيجي تقراها بالعربي تحس ان الموضوع واضح. هل الشخص ده ناجح في الانجليزي والعربي؟ ايوه، يبقى خلاص هو ناجح بالفعل في الاتنين. يبقى الان يا شباب عشان الريزلت النهائيه اللي هنا تكون بترو، ايوه لازم الاتنين يتحققوا. طب هل انا عندي لوجيكال اوبريتور واحد اللي هو الاند وبس؟ لا، انا عندي اكتر من كده. تخيل معايا دلوقتي ان احنا عكسنا الموضوع. انا دلوقتي السؤال بتاعي ما كانش از باس، لا كان از failed. يعني انا انشأت متغير، المتغير بينديكيت الشخص ده ساقط ولا لا. طب امتى يكون ساقط؟ بكل سهولة لو كان العربي اصغر من ال50.
ما هو لو كان العربي اصغر من ال50 يبقى الراجل ده ساقط، بس دي لوحدها مش كفايه. ليه مش كفايه؟ لان انا محتاج اشوف المادتين. لو كان ساقط في العربي او كان ساقط في الانجليش، شايف هنا كلمه او دي مختلفه شويه عن اللي فاتت، لان انا في الحاله دي يهمني ان انا اشوف واحده منهم يكون ساقط فيها. لو هو ساقط في العربي او ساقط في الانجليش، يعني اي واحده فيهم ساقط فيها، يبقى الراجل ده ساقط. لكن عشان ينجح لازم ايه؟ لازم الاتنين. فلو لاحظت هنا الموضوع اختلف، الحرف ما بقاش واو، بقى ايه؟ بقى او دي بقى عندنا في الكود بتتكتب بالمنظر ده، اللي هو زي كده مسطره بس ايه، مستقيمه كده لفوق، الخط المستقيم بالمنظر ده. تمام. ودي بتعملها عن طريق ان انت تضغط على شيفت وبعد كده باك سلاش. الباك سلاش ده البوتن اللي بيبقى موجود فوق الانتر على طول، هتلاقيه موجود فوقيه، بتضغط شيفت وعليها فكده بتعمل واحده، شيفت وعليها برضو فكده بتعمل اتنين. فكده ده اسمه اور اوبريتور، تترجمه بالعربي لكلمه او. والموضوع سهل جدا. يبقى انا كده لما الاقي نفسي السؤال بتاعي بقول فيه كلمه او، يبقى انا محتاج اور اوبريتور. لقيت نفسي بقول و، يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج اند اوبريتور. طب تعالى كده نجرب نستخدمه. هقول هنا اور الانجليش سكور اصغر من 50، فهو كده يبقى ساقط. لو رحت عملت ران بقى دلوقتي هتلاقيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك شايف؟ طبعا هو ما عملش ران لان انا ما استخدمتش المتغير. لو لاحظت معايا احنا غيرناه، كتبنا كلمه از باس، مع ان خلاص از باس اتمسح معايا. لازم اخد از فيلد كده واحطه في المكان ده. وتعالى نعمل ران تاني كده، فهتلاقيه بيقول لك بكل بساطه از فيلد بفولس. هل الراجل ده سقط؟ لا ما سقطش. يعني ايه؟ يعني ناجح. طب ازاي ناجح؟ بكل سهوله، لان هو جه هنا يشوف النتيجه. هل العربي اصغر من ال50؟ قال له لا. طب الانجليش اصغر من ال50؟ قال له لا برضه، يبقى خلاص ناجح. لكن لو رحت هنا حطيت دي 20 ورحت عملت ران كده، تلاقي النتيجه على طول بايه؟ بترو. طب ليه بترو؟ لان بكل بساطه انا هنا بقول او، فانا محتاج واحده بس اللي تتحقق. هل العربي اصغر من ال50؟ هل هو ساقط في العربي؟ لو بصيت كده هتلاحظ ان هو ساقط، يبقى خلاص الراجل ده ساقط على طول، مش محتاج اسال اي حاجه تانية لان هي اور. طب اعكسها كده، خلي دي 60 وخلي دي 20. هل الراجل ده ساقط في العربي؟ لا مش ساقط في العربي. او ساقط في الانجليزي؟ ايوه ساقط في الانجليزي، يبقى خلاص ساقط على طول. وبالظبط دي لو حبيت كده تاخد هنت بسيط، عوض دايما عن كلمه ترو بواحد وكلمة فولس بزيرو. الاند كأنك بتضرب والاور كأنك بتجمع. وبص معايا كده، تعال نترجم الكلام ده في الكونديشن دي. هل الراجل ده ساقط في العربي؟ هتلاقي ان الاجابة لا، يعني فولس. وفولس بايه؟ بزيرو، فهنحط هنا زيرو. وبعد كده هل الراجل ده ساقط في الانجليش؟ هتلاقي ايوه ساقط في الانجليش. يعني ايه؟ يعني بترو. والترو تدي لك كام؟ تدي لك واحد. فبما ان الاور دلوقتي معناها جمع، فانا بجمع الواحد زائد الزيرو. لو لاحظت معايا 1 زائد 0 هيدي لك ايه؟ هيدي لك 1. فتبقى الريزلت النهائيه بواحد، اللي هي ايه؟ اللي هي بترو. يعني بالفعل الراجل ده از فيلد. ايوه فيلد. شفت انت؟ دي هنت كده بسيط، عشان لو مثلا الطريقه دي بتريحك او حاجه زي كده ممكن تستخدمها. لكن عامه لو هتلخبطك انسى كل اللي انا قلته في النقطه دي. انا اللي يهمني ان انت بس ايه؟ تستوعب اللوجيكال اوبريتورز. طبعا لسه ما انتهتش، في لوجيكال اوبريتور ثالث معانا، لكن انا حابب اتكلم عنه بعدين. خليه كده الوقت تاني يكون واضح جدا استخدامه. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.